السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم إخواتي الأهلاوية في كل مكان في حلقة الجمعة من مهاجم الأهلي. أنت عارف اللي يزعل يا صاحبي؟ مش إن إحنا هنطلع من بطولة كأس العالم للأندية، مش إن إحنا اتهزمنا امبارح من بالميراس، مش إن إحنا ما بنتعلمش من أخطائنا، وده كأس العالم الألف كل مرة نقول هنصلح من أخطائنا وهنرجع وهنقدم أداء يليق بالنادي الأهلي ونروح في المشوار لمنطقة أبعد تليق بالنادي الأهلي. اللي يزعل بجد بجد ان امبارح انا شفتنا عاجزين، شفت عجز الاهلي، شفت عجز لعيبه الاهلي، شفت عجز اداره الاهلي، شفت عجز مدرب الاهلي. عجز نتيجه لاسباب بسيطه، حاجات بسيطه قوي، حلها ما كانش معجزه، حلها مش محتاج يكون يعني مانشستر يونايتد ولا تشيلسي ولا ارسنال ولا برشلونه ولا اتلتيكو مدريد ولا ريال مدريد، مش محتاج يكون كده. حلها عشان اظهر بشكل كويس ما كانش محتاج ده كله. لان انا شفت ماتش وداد تدعيماته اقل منك ب 100 مره، القيمه التسويقيه اللي لعبته اقل منك 100 مره. لو وداد كان بيلعب مع فرقه اقوى من بالميراس 100 مره، مع مانشستر سيتي، ومع ذلك شفت الوداد عارف يطلع بالكوره، شفت الوداد لعيبته عارفه تباصي 4 5 6 باصات على بعض، شفت الوداد عارف يوصل لمرمى مانشستر سيتي حتى لو ما كانش بتهديدات حقيقيه. مش عايز اتكلم على ماتش الهلال لان الهلال في منطقه تانية خالص غيرنا خالص، بعد. حتى الترجي اللي قيمته التسويقيه ما تجيش 1/10 من قيمتك التسويقيه، اللي ما عملش ولا انتداب واحد لكاس العالم للانديه، اللي الفرقه بتاعته ضايعه افريقيا، ومع ذلك حتى وهو اتهزم 2-0 لكن شفت الترجي بيلعب وعارف يمسك كوره، بيباص 4 5 6 كور على بعضهم، عارف يطلع بهجمه. انت عارف المشكله فين؟ من كتر ما احنا بنتكلم على البيلد اب للهجمه ويطلع بالهجمه، حسسنا المشاهد ان طلوع بالهجمه ده حاجه اعجازيه، يعني الفرق الكبيره بس بتعرف تطلع بالهجمه، او الفرق القويه او الفرق اللي عندها تدعيمات قويه. لكن نسينا الناس، وانا بلوم هنا على المحللين، حتى المحللين اللي ما لعبوش كوره، الناس اللي انا بحبها وبحترمها واللي انا شايفهم هم دول اللي بيفهموا كوره، مش البصمجيه اللي بيقعدوا على القنوات. احمد عز بقى وتامر بدوي وعماره وعمر وكل الناس الناس اللي بتطلع حتى على قناه تانية وباقي القنوات، هم دول اصلا اللي بيفهموا كوره، مش البصمجيه اللي قاعدين يبصمجوا في باقي القنوات ويتكلموا. احنا حسسنا الجمهور ان البيلد اب ده والطلوع بالهجمه وان انت تبني هجمه صح ده بتاع الفرق الكبيره، رغم ان دي اساسيات كره القدم. لما بدات كره القدم في الخمسينات ولا الاربعينات ولا العشرينات، في البدايه خالص كرة القدم الاحترافية، هم معرفش بقى، انا تخيلي يعني يمكن كانوا بيجيبوا 11 لعيب كده ويطلع واحد بالكورة يطلع يجري لحد جول المنافس، يجيبها وما يجيبهاش وبيرجع تاني ويطلع اللي بعده. راح يقولوا لا يا جماعة احنا هنلعب لعبة جماعية. يعني ايه جماعية؟ يعني في هنخترع حاجة اسمها انباص الكورة. يعني انباص يعني ممرر، ما باص دي بالانجليزي، يعني ممرر الكورة، يعني واحد هيمرر الكورة لاتنين، فيعمل الكورة الجلد دي مدورة دي كده برجله فيبصها له، فنبدأ نطلع لحد الجون بتاع الخصم ونجيب جون. فدي ألف ب كرة القدم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف ب كرة قدم. أول مهارة لازم يكون يعرفها لعيب كرة القدم ازاي يباصي، مش الدريبلينج، مش الجري بالكوره، مش الشوتينج، مش اي حاجه. اول مهاره، لان انا مش بلعب لعبه فرديه، اول مهاره بيعملها لعيب كره القدم في لعبه كره القدم المحترف اللي احنا بنسمعها، اول مهاره الاساسيه بالنسبه له البيزك ان هو يكون بيعرف يباصي الكوره. لعبتنا مش بتعرف تباصي الكوره، ما بيعرفوش يبنوا هجمه. اكبر فرقه من ناحيه القيمه التسويقيه في افريقيا كلها مش عارفه تبني الهجمه، مش عارفين يطلعوا في كوره، لعبتهم ما بتعرفش تباصي الكوره، وده العجز اللي بان امبارح، ودي الحاجه اللي تحزن. احنا لو قعدنا نلعب 3 اشهر امبارح ما كناش هنجيب جون. سيبك من العيال الخنازير ام جلد تخين
العيال البجحه الزملكاويه اللي بتتكلم سيبك منهم، ده دول اصلا مش موجودين على الخريطه الكرويه، ما تسمع لهمش، مش مشكلتنا دول دلوقتي. احنا بنحل مشكله فرقتنا، مش هنعمل زيهم نقعد نبص على الغير. سيبك منهم خالص، دول خنازير جلدهم تخين، ياما اتشتموا وياما فشلوا وما عندهمش برضه دم ولا عندهم اي احساس وبرضه بيتكلموا. سيبك منهم، ما تعرض لهمش اي انتباه. لكن انا كلامي على فرقتي. سيبك من المحلين، محل انت ترجع تركبهم وترجع تعشرهم بتوع الزمالك، فرقه الزمالك وبيراميدز وفرق افريقيا ده ترجع تركبها كلها، انا مش مشكلتي دي. لكن ده احنا وصلنا له 50 مره. لو انت يا خطيب ده اخرك، ده اخرك مش قادر ان انت تعمل فرقه عالميه، مش قادر ان انت تكون قدر المسؤوليه ان انت تروح محفل زي ده وتروح قبليه محفل واثنين وثلاثه ومش قادر ان انت تعمل فيه حاجه جديده، قول خلاص دي اخر دوره ليك، ما تجددش، نشوف حد تاني يقدر يعمل كده وشكرا. هتبقى نجحت جدا افريقيا مقارنه باللي قبلك وحسن حمدي وصالح سليم ونادي، انت نجحت جدا وبرافو عليك، وهنسقف لك وهنقول لك شكرا، مش هننسى اللي انت عملته، وهتفضل رمز النادي وايقونه النادي واسطوره النادي وعلى راسنا. لكن النادي اهم عندنا من الخطيب، واهم عندنا من صالح سليم، واهم عندنا من حسن حمدي، واهم عندنا من مختار التتش. الاهلي اهم من كل دول، وبالتالي اهم طبعا من محمود الخطيب. فكون ان انا الموضوع يتكرر 1000 مرة نروح مع كولر، ودي اخر فترة لعب فيها كولر كورة كويسة. راح كاس العالم للانديه، لعبنا على ريال مدريد، كنا بنهاجم ريال مدريد ووصلنا قدام ريال مدريد ومستوانا كان كويس قدام ريال مدريد، وعملنا بطوله محترمه على مستوى الاداء. لذلك انا ما زعلتش ساعتها من الاهلي عشان اداء ولا عشان نتيجه، انا زعلت عشان تفصيله بسيطه، كان ناقصنا مهاجم نروح من غير مهاجم فنظهر بالشكل ده ونضيع كم الكرات ده. لكن كان شكلنا حلو. لكن نروح فين بقى من البهوات اللي حوالين مجلس اداره الاهلي واللوبي اللي في الاهلي اللي قاعد فضل يهاجم في كولر، وما ينفعش تهاجم وما ينفعش تعمل وتامن دفاعيا، ولازم نظهر فرقه بصمجيه نقف نرص الاتوبيس، وبعد كده لحد ما الراجل باص خالص نسي الكوره. احنا اللي نسينا كولر الكوره. الراجل كان بيهاجم وكان بيبني كوره وكان بيعمل هجمات وكان عنده افكار هجوميه، نسينا الكوره، فضلنا نهاجم فيه ونقول له ما ينفعش تطلع بالكوره بالشكل ده، ما ينفعش ان انت تهاجم ريال مدريد، لازم تامن دفاعيا. من بعدها الراجل بقى بطه بلدي، باص كولر خالص. وبعد ما باص كولر نفضل صابرين عليه سنه واتنين ونص، ونفضل مستنيين عليه طول الفتره ديت، فنضيع 2 سوبر افريقي، ونضيع مباراه باتشوكا، ونطلع من السوبر ليج الافريقي البطوله المستحدثه الجديده، ونطلع من بطوله افريقيا، وما نلحقش نجيب مدرب لكاس العالم للانديه، ومش عارف نعمل ايه، ونضيع فرص ونضيع بطولات ونضيع ملايين الدولارات بسبب ان الاداره بعد ما هم بوظوا كولر فضلوا صابرين عليه طول المده دي كلها. بعد كده لما نجيب مدرب نروح نجيب الجزماتي اللي كان قاعد معانا امبارح ده، ولسه هنتكلم عن المباراه. ده اللي حاسس في نفسيتي وده اللي مضايقني. مباراة امبارح يعني صورة معكوسة لكل العجوزات اللي انا شايف وجهة نظري عايز تحل المشكلة دلوقتي عند اتحاد الكورة. افتح الاحتراف. انا اللعيبة المصرية البصمجية اللي ما بيعرفوش يباصوا الكورة دول، اللي ما عندهمش اساسيات الكورة، دول عمرهم ما يروحوا للعالمية، ولا عمرك هتروح بمنتخب. انت كان عندك فلتة كده منتخب 2006، فلتة مش هيتكرر تاني. لازم تبني قاعدة ناشئين محترمة. لكن عايز انديتك لما تطلع بره يقدر ان هي عندها لعيبة متأسسة صح، لا انا اروح افريقيا اشتري لعيبة، اشوف الاكاديميات اللي موجودة في افريقيا واجيب لعيبة اللي عنده 17 و18 و20 سنة وابدا اشتري اللعيبة دي تبقى هي اللي عندي. افتح يا عم محترفين، خليهم بالعشر لعيبة في كل فرقة، عشان خاطر شويه المليونيرات البصمجيه اللي ما بيعرفوش يباصوا الكوره وبيقل ادبهم عند التجديد، وكل واحد بيتنطط ويطلب فلوس قد كده وهو ما بيعرفش يباص الكوره، وفي الاخر مش عارف يباصي كورتين على بعض. ومليونيرات كل واحد بيقبض وقاعد مرتاح، لكن ما عندوش اساسيات الكوره اصلا. ما هو بيتنطط عليك ليه؟ عشان انت مش هتعرف تجيب هيرو، عشان هو ده المستويات الموجوده في الدوري المصري. افتحوا الاحتراف.
اقفلوا على افارقه بس يا عم، هات لعيبه وتنيل جنسها، يعمل زي قطر ولا يعمل زي السعوديه ولا يعمل زي ايه دوله محترمه، يعمل زي المانيا يا عم. هتنظر على المانيا، يعمل زي فرنسا. افتح يا عم الاحتراف للعيبه من 17 سنه و18 سنه و20 سنه، وخلي فرقه زي الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا المقاولين يجيبوا لعيبه من افريقيا ويروحوا يدوا مستكشفين هناك، ويجيب بكل فرقه يجيب لها 10 15 لعيب، واللي يعجبك منه يا عم جنسه، جنسه خليه يلعب باسم منتخب مصر بدل شويه البصمجيه اللي عندك. ولما يبقوا يتعلموا كوره، ولما تعرف تطلع ناشئين عندهم اساسيات الكوره، يا سيدي يبقى خلاص الغي التجنيس، يبقى خد منهم لعيبه كويسه. لكن مستويات والمناظر دي انتوا كده بتودوا الكره المصريه في 60 داهيه، كده الفروقات في 60 داهيه. احنا امبارح لو قعدنا 10 ساعات نلعب في ماتش ما كناش هنجيب جون، ما بتروحش للجون اصلا، مش عارف تطلع نص الملعب. ما احنا خلاص المحللين مالوا دماغنا ان بولا الكوره والبيلد اب وان انت تروح لحد جون المنافس دي للفرق الكبيره. ده البيلد اب ده حاجه يعني لازم تبقى فرقه عبقريه عشان تطلع، مش لما تسمع اخر النادي الاخير في الدوري الانجليزي وتشوف لعيبته بتلعب ازاي فتلاقيه بيباصي الكوره بيتدرج بالكوره وبيطلع بالكوره لحد التلت الاخير من الملعب عند المنافس. ماليش دعوه بقى الخطوره والتنفيذ وجاب جون في الاخر ولا ما جابش، لكن على الاقل بتشوف كوره. ده حتى دوريات الدرجه الثانيه، لما تشوف دوريات الناشئين حتى في فرنسا ولا في انجلترا ولا في المانيا، اللعيبه كلها بتطلع بتباصي الكوره عادي، مش معجزه. باصي الكوره والطلوع بالكوره مش معجزه. لعيبه تعبانه، تريزيجيه تعبان، محمد هاني مجامله فجه معرفش البصمجيه اللي بيطلعوا يقولوا محمد هاني، كل البصمجيه اللي على القنوات وعدل القيعي وحسام حسني وكل اللي بيطلعوا على قناه الاهلي بصمجيه، وما بقتش اطيق اشوفهم يا اخي. انا ما بقتش اطيق اشوفهم ولا اشوف مناظرهم يا اخي. والكابتن محمد هاني والكابتن فلان العلاني والكابتن مش عارف رامي ربيعه اللي كانوا متمسكين لي بيه، والكابتن مش عارف كوكا، والكابتن مش عارف مش عايز اغلط، الكابتن وملايين بتتاخد، وفي الاخر نشوف بط بلد على ارض الملعب مش عارفين يأدوا ومش عارفين يلعبوا. والله ما هتكلم عن ماتش بتتكلم على ايه؟ هو في كرة اتقدمت امبارح؟ ده انت بالميراث يا راجل شوف المدير الفني بدل الجزماتيه اللي بيجيبوهم لنا مش عارف بيجيبوهم منين. المدير الفني امبارح شايف في الثلاث ماتشات بتوع النادي الاهلي، سواء ماتش الودي تمام او ماتش او اخر ماتشات الاخيره للنادي الاهلي او ماتش انتر ميامي، شايفك الشوط الثاني بتموت، تبقى بط بلدي بتموت خالص بتفيص. معروف ان كل المحللين عارفين ان بالميراث بيعمل هاي بريجر، بيضغط عليك من عند الجون بيخليكش تطلع بالكوره. امبارح الشوط الاول كله سايبك وبيعمل عليك ميديم بلوك واضحه وضوح الشمس ان هو سايبك عشان يستنفذك بدنيا، وعارفك بط بلد حتى مش هتعرف تطلع بهجمه، وحصل ما طلعتش بولا هجمه. الشوط الاول كله ما طلعتش بولا هجمه طلعت بقى الشوط الاول، ما شفناش الحارس التاني. وسايبك وفتح لك الموضوع على البحري، وانت عمال تباصي في الكوره وتجري يمين وتجري شمال، وهو يعمل عليك يخطف منك الكوره ويعمل هجمه مرتده وهكذا، وسابك عشان تموت الشوط الاول. واقسم بالله مع اصحابي واصحابي هيسمعوا الفيديو على الواتساب، بعت لهم قبل الشوط الثاني ما يبدا، بقول لهم احنا هنتفشخ الشوط الثاني ضغط عالي. ده هو الراجل بيستنفذنا بدنيا، شايفنا فرقه سهله. ده المدرب راح عامل تغييرتين رغم ان هو اللي كان اخطر الشوط الاول وهجماته هو اللي كانت اخطر، راح منزل تبديلتين عشان يجدد دم الفريق، عشان هو عايز يعمل هاي بريجر. ومن اول دقيقه هاي بريجر عند حارس المرمى، تيك اقسم بالله. ده احنا رحمه ربنا ان في جينا فينا جونين، ده كانوا هيفشخونا وكان منظرنا هيبقى ابن كلب. وفعلا نزل ضاغط عليك، ما خلاص بقى هو عارف انت هتموت بدنيا، ينزل يلعب لعبه بقى، يبدا بقى بالمرص يلعب لعبه. ده الاول ده الشوط الاول اللي كان سايبك كده بتتسلى عشان يستنزفك بدنيا وانت عبيط. ونيجي بقى للبصمجي اللي قاعد بره بتاعنا احنا، اللي قاعد بره، الراجل فرقته افضل واخطر ومش محتاج يعمل حاجه، وراح عامل تبديلين في بدايه الشوط، وده مستنيه دقيقه 62.
يا راجل ده انت عندك تريزيجيه مش عارف يباصي كوره، ده كل كوره يستلمها يروح مباصيها لورا، كل كوره يستلمها يروح مباصيها لورا. اللي وكيله ظلمه، والله انت وكيلك ظلمك فعلا يا تريزيجيه. عندك محمد هاني واجب بصمجي ملوش فيها، ما جاش محمد هاني، ما بيجيش. التاكلينج المضحك بتاع محمد هاني، مش عارف يعمل تاكلينج، مش عارف يجري حتى يضايق اللعيب. ده لعيب يا راجل، ده هضبه وطويل وبطيء، اجري جنبه، ده انت باك يمين. لا، الناشئ بتاعنا التلاتيني مش قادر ان هو يتحرك جنب اللعيب. انا مش بحمله الجون على فكره، الجون خطا جماعي، بس انا بتكلمك على تصرف لاعب، على قرار لاعب محترف بياخد ملايين. واقف الملعب كله بطه بلد امبارح، ملوش اي لازمه، ومش امبارح بس، وعلى طول. لعيب ما بيعرفش يعمل عرضيه في حياته، ما اعرفش بيعمل ايه في النادي الاهلي لحد دلوقتي، وصابرين عليه. عنده بن شرقي الوحيد اللي بيعرف يمسك كوره امبارح، الدنيا كلها بتقول بن شرقي، الا المدرب ومدربين الاهلي مش شايفين بن شرقي، عمي ما لهمش في الكوره، ما بيفهموش، الدنيا كلها غلط وانتوا اللي صح. طب لما نزل بن شرقي يا دوب ظهر ان في فرقه لابسه احمر اسمها الاهلي، يا دوب لما نزل بن شرقي ما نزل لي قفشه، اتفضل قفشه واقف مسطول. ادي ده صانع اللعب اللي بيحرك اللعب كله، اللي المفروض اصلا يشوف مين اوف سايد وما يبصلوش، او يستنى لما يرجع، هو اللي واقف في الاوف سايد بفدان وبيشاور على الكوره عشان خاطر تجيله. ده مدرب جايبين لي واحد بصمجي يا راجل، ودي زيزو باك يمين والعب بونج يمين، ضغط اللعب كله في الناحيه الشمال عندك، ومش 80 دقيقه مش عارف تطلع بالكوره، وما خدتش بالك ان هم انت ضيقت لهم الملعب، سهلت عليهم الدفاع قدامك، مش عارف تطلع منها، ومصمم برضه تجيب الوينج اليمين تلعبه تحت المهاجمين 10 رايح جاي على الخط كله، ومرمي ناحيه الشمال مع تريزيجيه وعطيه الله، وكلهم ايه مخين، عجزه مش قادرين يطلعوا في كوره، مش قادرين يعملوا هجمه، وبرضه انت قافل الملعب في الحته دي ومصمم عليها. 80 دقيقه ما خدتش بالك يا راجل، 80 دقيقه ما كنتش معانا، ويا دوب لما رميت وينج يمين في الدقيقه 80 ولا 85 وديت زيزو ناحيه اليمين، بدانا نشوف هجمات ونزلت بن شرقي الناحيه الثانيه. كنت فين؟ كنت بتنقل على عينك فين؟ والله انا مش عايز احلل، والله ما عايز اتكلم في الماتش، ما كانش فيه كوره، مش هيبقى تحليل كوره، انا بحلل نوتس، بحلل ملاحظات، بحلل حاله، مش بحلل الماتش. هو الماتش ما كانش فيه كوره، احنا ما جيناش، احنا اتهزمنا بمنتهى السهوله. الشوط الاول ما يغركش، ما تقولش احنا مسكنا الكوره، ولا ده هو اللي كان سايبك، اقسم بالله الفرقه الثانيه اللي كانت سايباك، كان بيعمل ميديم بلوك سايبك عشان خاطر يستنزفك بدنيا، عايز يجرك يعمل عليك هجمه مرتده، ومش عايز يتعب نفسه، هو بيفكر في الماتش الاخير، بيفكر في الصعود، ما بيفكرش فيك انت اصلا. عشان اقفل الحلقه، مش عايز ادي الناس امل كاذب على فرقه ما تستاهلش، وعيال مش رجاله، مش عارفين قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، مدير فني بصمجي جايباه اداره تعبانه، مش قادرين ان هم يتحملوا مسؤوليه الحدث العالمي اللي هم بيلعبوا فيه. لكن ستيل في فرصه ان الفرقه دي ما اعرفش ازاي تكسب بورتو، بالميراس وانتر ميامي لو تعادلوا خلاص الاثنين صعدوا، فرصتك الوحيده ان انت تكسب وفرقه من الاثنين يكسبوا بعض، او تحديدا بالميراس يكسب انتر ميامي، مش الاثنين يكسبوا بعض، بالميراس لازم تكسب انتر ميامي، ده وارد جدا على فكره، وسهل جدا ان هو يحصل، وما اعتقدش ان هم عندهم الوساخه اللي بتحصل في الدوري المصري زي ما بيحصل مع بيراميدز والزمالك واتفاقات ويفوتوا لبعض عشان يتعادلوا هم الاثنين ويصعدوا. ما اعرفش، اتمنى اشوف مفاجاه غريبه هتبقى استغربها جدا لو العيال دي بقت رجاله في الملعب وتحملوا مسؤوليه ولعبوا برجوله، لو البصماجي ده تنحى، اهو عماد النحاس ارحم منه شويه من البصمجه اللي بيقدمها في الملعب، ونشوف اي كوره ونشوف اللعيبه اللي تستاهل ان هي تكون في ارض الملعب. يمكن نكسب بورتو، يمكن والله فرقه تتغلب عادي جدا، لكن مش من دول ومش بالمنظر اللي شفناه امبارح ده. شكرا، طولت عليكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.